بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور الكورة. النهارده جايين نتكلم عن آخر مستجدات الميركاتو الأهم، ميركاتو يناير اللي هو ميركاتو كأس العالم. ليه ميركاتو كأس العالم؟ يعني باختصار الدوري في مصر يخلص 30/5، الرابطة يخلص 3/6، ف10/6 هتبدأ كأس العالم. فأنت لو هتسافر أمريكا باعتبار إنك كأس الرابطة يعني هتكمله بالبدلاء أو هتكون طلعت منه، فأنت يوم 30/5 تلعب آخر ماتش في الدوري، فهتسافر بلعيبه المفروض انك عارفها، واللعيبه عارفه بعض والقصه دي كلها يعني. فلازم تكون اللعيبه اللي معاك هتجيبهم دلوقتي، لان اللي هتجيبه هناك يا اما يكون لعيب لعب مع الفرقه قبل كده فعارف الدنيا وعارف اللعيبه، مش هياخد وقت في الانسجام زي اليو ديانج، زي محمد عبد القادر، زي حمدي فتحي، زي محمود تريزيجيه للاهلي الحمد لله خلصوا. فدي شويه اللعيبه اللي انت ممكن تجيبهم دلوقتي في يناير ده، اللي هجيبه في الصيف مش هيلعب مع كاس العالم. فاذا ده ميركاتو كاس العالم، عشان بس الناس تبقى واضحه. لو جبت في الصيف لعيبه كانت في الفريق رجعت من اعراض او لعيبه مصريه، الانسجام بتاعها هيبقى اسهل شويه ممكن، انما غير كده المحترفين مش هينفع تجيب لعيب يلعب على كاس العالم على طول. ودي وجهه نظر الفنيه للجهاز الفني، وانا شايف انها وجهه نظر صح ووجهه نظر تحترم في هذا الوضع. طيب حلينا الميركاتو الحالي. الوضع الحالي زي ما قلنا، احنا جبنا جراديسار المهاجم السلوفيني، وجبنا مصطفى العش اعاره نهايه الموسم، وجبنا احمد رضا لعيب بتروجيت. خرج من قائمه الاهلي 4 لاعبين. شيل من القائمه رضا سليم للاصابه، بيرسي تاو للانتقال، يوسف ايمن قطع اعاره، ثم كهرباء وعير. فاذا انت عندك 4 لعيبه، انت جبت 3 لعيبه حتى الان. انت محتاج تجيب وتعود، يعني انت اصلا ان انت تجيب 2 لعيبه بس ده مش كفايه. طب اللعيبه اللي الاهلي بيفكر فيهم هو في مركز الجناح. في فيديو سابق انا قلت لك احنا عندنا 4 اختيارات: نمره 1 ديريك كوتيسا، نمره 2 بن شرقي، نمره 3 ايفرتون، نمره 4 الياس شوارف. طيب في نقطه بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو جه الاثنين من اللعيبه دول، انا مدى رضاك عن هذا الميركاتو هتبقى حوالي 60%. انا كان نفسي الميركاتو يبقى اعلى من كده، ولكن الكواليتي اللي انا شفته في ديريك كوتيسا واشرف بن شرقي، وانا زي ما قلت لك لو حتى اتفرجت على الفيديو اللي انا جبت لك قبل كده، جبت لك اخر اجوان جابوها، مش جايب لك مثلا اجوان قديمه، لا انا جايب لك اخر اجوان جابوها، يعني اخر ماتش لعبوه جابوا فيه اجوان، جبت لك اجوان عشان اوريك مستواهم حاليا على ارض الواقع، مش بتكلم على ايه، على مستوى سابق، عشان ما نخشش في قصه ان هي هتطلع كان لعيب كويس واشرف ده كان، لا انا بقول لك لعيبه مستوى الحالي عامل ازاي. فاللعيبه المستوى العالي ده فعلا اعلى من مستوى اللعيبه المصريين كلهم بشكل كامل. خط الهجوم لو تحول ان انت عندك امام عاشور معاه ديريك كوتيسا مع اشرف بن شرقي مع اسامه ابو علي الاحتياطي بتاعهم جراديسار مع حسين الشحات مع طاهر لو رجع من الاصابه مع قفشه مع عمر الساعي مع الناس اللي موجوده، اعتقد ان خط هجوم الاهلي هيبقى خط هجوم محترم نوعا ما، او خط هجوم قوي نوعا ما يقدر يواجه المنافسه القويه اللي موجوده من المنافسين اللي على راسهم بيراميدز، اللي هو زي ما قلنا هو اقوى فريق في افريقيا او اقوى سكواد في افريقيا في الوقت الحالي. فتقدر ساعتها ان انت تواجههم. فانت محتاج اللعيبه دي. ديريك كوتيسا اختصارا لعيب 27 سنه، هداف الدوري السويسري من اصل انجولي، عقده يخلص السنه دي. فانت بتتكلم معاه، او مش انت بتتكلم، دينو لامبرت بيتكلم معاه ان هو يجيبه في يناير. هجيبه في يناير، هتدفع شويه فلوس للنادي السويسري بدل ما يسيبه ببلاش في الصيف، وهتجيبه يلعب معاك. طيب المشكله في ايه؟ المشكله فلوس، لان اللعيب هداف الدوري السويسري المفروض يفكر انه يروح على ليفل اعلى. ليه ما راحش على الليفل الاعلى؟ اكيد انت عارض عليه فلوس اعلى من الليفل الاعلى. فاذا انت مشكله فلوس، لازم تعرض عليه فلوس، مالناش حل تاني عشان تجيبه. هو مستوى عالي، مستوى عالي، انا عايز يجي، عايز يجي. خلاص ده بالنسبه لايه؟ قصه ديريك كوتيسا. طب ايه اللي موقف؟ طب اللي واقف المدير الفني بتاعه مش عايز يبيعه، وده حقه. انت النهارده اداره نادي سيرفيت السويسري، هتيجي المدير الفني تمشي احسن لعيبه عندك، هداف الفريق، هداف الدوري، وتقول له اكمل، دخلني دوري ابطال، نافس على الدوري؟ هيقول لك انا مالي، ما انت مشيت احسن لعيبه عندي. نفس الموقف فيه كولر دلوقتي، هو دي اللعيبه اللي عندي. فطبعا انت مش هتقدر تعمل كده، هتقول له طب ما ابيعه ببلاش، يقول انا مالي، ما تجدد له. فدي في الجهاز الفني رافض. ودي غلطه مين؟ غلطه الاهلي نفسه. المفروض الصفقه دي تخلص من اول الشهر، فتدي له وقت، يبقى هو معاه شهر يجيب بديل، نفس الدنيا تمشي. عشان دايما في حاجه في الميركاتو اسمها الدومينو افكت، انك تجيب لعيب من فرقه، تجيب لعيب من فرقه، تجيب لعيب من فرقه، دومينو، اسمه دومينو افكت. فده دي الفكره باختصار. انت برضو اللي غلطان في القصه دي كلها، فلازم تخلص القصه دي كلها. المعلومه ان ديون لامبرت في سويسرا، واحتمال محمد رمضان يكون في سويسرا برضه عشان يخلص، ان ده نمره 1 الطب. واعتقد مارسيل كولر عايزه عشان هو سويسري وعشان بيلعب في الدوري السويسري، فهو عايزه نمره 1 بالنسبه له. واعتقد ان شاء الله يبقى اضافه قويه لو جه. الثاني اشرف بن شرقي، اقرب ليه بقى؟ اختصارا اشرف بن شرقي طبعا كلنا لعيبه عارفين القصه دي كلها، عقده خلص مع الريان في الصيف،
كان عايز يروح الزمالك ما كانش معاه فلوس يجيبه، ما اتفقوش، فراح فجدد عقده مع الريان سنه. التجديد ده مقابل انه يلعب في القائمه الاسيويه فقط. في اي قاره في العالم لازم تقيد لعيب في القائمه المحليه عشان يلعب في البطوله القاريه، انما في اسيا ما فيش الكلام ده. ممكن اللعيب يلعب في البطوله القاريه وهو ما بيلعبش وهو مش متقيد محلي، عادي جدا، موجوده شفناها في كذا حته يعني. فهو حاليا بطوله اسيا لعبوا 6 ماتشات، باقي ماتشين، ماتش مع العين الاماراتي وماتش مع استغلال طهران. حاليا نادي الريان معاه 5 نقط، العين نقطتين، استغلال 5 نقط، يعني الناس دي منافسه مباشره، بينافسوا على التاهل لدور ال 16. حسبة اشرف بن شرقي انا باقي لي ماتشين في بطوله اسيا، افرض اتغلبناهم انا كده الموسم خلص بالنسبه لي. ما هو اتشال من قائمه الدوري، هم حطوه في قائمه الدوري وشالوه تاني. حطوه عشان كان في لعيب اجنبي اتصاب، بعدين راح جابوا لعيب اجنبي مكانه فشالوه. فحسبة اللاعب انا باقي لسه باقي لي ماتشين في الموسم، يعني هو النهارده الماتشين لعبوا في شهر 2، خلاص انا بقى هسافر بقى من شهر 2 مش هلعب في حته، انا مش مقيد في قائمه القائمه المحليه. طب حسبة النادي لا، الماتشين دول هم الموسم بالنسبه لي، انا بالنسبه لي الموسم اللي هلعبه في بطوله اسيا. لو كسبت العين ما انا هتاهل، كسبت استقلال طهران ما انا هتاهل، هيبقى معايا فلوس اكتر، هكسب اكتر. هو بقى ما بيحسبهاش كده، وبعدين هو شايفها اهانه ليه انه ما يتقيدش في الدوري المحلي، فعايز يمشي. عرض الاهلي مناسب جدا بالنسبه له، الاهلي اتفق معاه على كل البنود الماديه، ياخد فلوس بالمصري وفلوس بالدولار، والدنيا مشيت وخلاص عدى كل حاجه. بقى مقابل انه يفسخ عقده مع الريان، ان الاهلي مش هيحط نفسه مع اشرف بن شرقي انه بيفاوض اللعيب فيعلي سعره زي ما حصل قبل كده. مش عايزين نتكلم عن سابق العهد بالقصه دي كلها. فانا بقول لك اختصارا، اشرف بن شرقي اقرب من اي وقت مضى، قريب جدا. باقي بس متفق مع النادي القطري، المفترض ان الاهلي هيتكلم مع اداره النادي القطري، يقول لهم لو مؤاخذه عايزين اللعيب، عايز لعيب، طب والراجل هيسيب مستحقاته، عايزين فلوس، عايزين مش بقى. وبرده دي غلطه الاهلي انه جاي في اخر الميركاتو ويخلص القصه دي كلها. تالت لعيب انا ما اعرفش هو اسمه مين، بس هو لعيب تحت السن الاهلي بيفاوضه. ليه الاهلي بيفاوض لعيب تحت السن؟ عشان يتنازل عن واحد من الاثنين اللي قلت لك عليهم دول، ويقيد علي معلول. علي معلول اتكلمنا عليه كتير ويستحق ان احنا نتكلم عليه كتير. تمام. علي معلول قدم الاهلي كتير جدا. علي معلول هيبقى عنده 35 سنه في الصيف الجاي، فهو لعيب كبير في السن، عقده كان هيخلص، الاهلي جدد له لما اتصاب. دور على بديل محلي، الاهلي ما عندوش بديل محلي جيد، فاضطر يجيب لعيب اجنبي اللي هو يحيى عطيه الله، اللي هو لعيب جيد. هو يحيى عطيه الله ما وصلش لمستوى يحيى عطيه الله، ما وصلش لمستوى علي معلول، عشان كده هنا الديبيت اللي موجود. كولر شايف انه ممكن يوصل بيحيى عطيه الله للمستوى العالي، وشايف ان هو ما ينفعش عصفور باليد، لا انا مش هسيب يحيى عطيه الله اللي هو جاهز وبيلعب وارحب علي معلول ده مش ضامن مستواه. طب قالوا له قيد اثنين، مش عايز يضيع مكان محترف في مركز الباك الشمالي، البديل ايه؟ يعني يجيب لعيبه مصريين، واللعيبه المصريين انا كان ممكن قبل كده اقول لك هات لعيبه مصريين، لكن لما شفت الكواليتي اللي انت بتتكلم فيها بتاع كوتيسا وبن شرقي وايفرتون والناس دي، لا معلش خليك في الاجنبي، معلش خلينا في الاجنبي، عايزين محتاجينه يعني. فدي مشكله علي معلول. علي معلول هيتقيد امتى؟ في حاله من الاثنين، لو خد الجنسيه المصريه او لو انت جبت وينج واحد بس. يعني انت ممكن الاثنين دول ممكن ما تعرفش تخلصهم الاثنين، او تخلصهم الاثنين او تخلص واحد. لو خلصت واحد وخلصت واحد تحت السن، او خلصت واحد بس، ساعتها هتقيد علي معلول. وده خلاف بين الاداره وبين الجهاز الفني، المعلومه يوصل لعلي معلول، عشان كده طلع المعلومه او طلع البيان اللي طلعه الوكيل بتاعه النهارده ان هو بيرفع الحرج على الاهلي، خلاص مش عايزين تقيدون، المدرب مش عايز، خلاص انا همشي. طب رايي انا كمخضرم، رايك ايه في القصه دي كلها؟ انا رايي ان علي معلول الاهلي يجدد له سنه كمان ويطلعه اعاره بعد 6 شهور، او يحط سنه كمان ويطلعه اعاره 6 شهور لاي مكان يرضى عنه الاهلي، سواء جوه مصر ولا بره مصر. يلعب في الدوري او يلعب مستوى كويس، يجي في شهر 5 يرجع عندك الفريق يلعب معك كاس عالم الانديه، يبقى عندك باك شمال قوي، ساعتها علي يحيى عطيه الله خلاص ما تفعلش بند البيع بتاعه. او ان هو خلاص مش قادر يلعب، يجي الاهلي ويتعمل له اعتزال ويتعين في الاهلي لو هو ما قدرش يوصل للمستوى بتاعه. انما انا حاليا انا فعلا محتاج اجنحه، فعلا محتاج اجنحه. كواليتي الاجنحه اللي موجوده في الدوري المصري مش اعلى حاجه، الكويسين في انديه انا مش عارف اشتريهم، انا مش عارف اشتري زيزو، مش عارف اشتري مصطفى فتحي، مش عارف اشتري ابراهيم عادل، مش عارف اشتري الناس دي كلها. تمام. حتى تريزيجيه اللي انا هعرف اشتري من السنه الجايه ان شاء الله. تمام. الاهلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لجنه التخطيط اللي بتخطط لمستقبل الاهلي قررت انها تتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه مش ببلاش، هيدفع فيه 3 مليون دولار. محمود حسن تريزيجيه مواليد 94، يعني السنه الجايه ان شاء الله لما يجي الاهلي هيبقى عنده 31 سنه، ولعب وهيمضي 5 سنين مع الاهلي، يعني هيوصل لعنده 36 سنه ويبقى في النادي الاهلي. اضافه قويه جدا هتحسن مستقبل الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. تمام. مع كامل احترامي للفرق الكواليتي العالي بين تريزيجيه واللعيبه اللي موجوده حاليا في الدوري المصري، تريزيجيه اعلى بكتير، لكن انا كان عندي تحفظ شويه ان الصفقه دي يدفع فيها فلوس كتير في لعيب كبير في السن.
تريزيجيه لعيب قوي جدا جدا جدا، هيدي اضافه قويه جدا جدا، وهينقل كواليتي الحته دي في النادي الاهلي لحته ثانيه. ولعيب عنده خبرات، لعب في الدوري الانجليزي، لعب في دوريات اوروبا فتره طويله جدا، هيفيد الاهلي بشكل كواليتي عالي جدا. لكن كل واحد وليه وجهه نظره. يا ريت اسمع رايك لو بتسمع الفيديو، وتقول لي ايه اللي المفروض يحصل مع علي معلول، وايه رايك في الميركاتو بتاع الاهلي، هل يجي اللعيبه دي ولا لا. تمام. اخر نقطه بس عشان ده السؤال اتسال، فكره اللعيبه اللي بتيجي من الزمالك، يعني اشرف بن شرقي جاي من الزمالك، انا دايما اجينست اللعيبه اللي تيجي من الزمالك، مش اجينست، يعني مش ببقى متحفز لها قوي، لان اللعيبه دي بيبقى عليها ضغوط قويه جدا من السوشيال ميديا ومن الدنيا كلها، من جمهور المنافس اللي مش عايزه ينجح عندك، فطبيعي يقعد يضغط عليه يضغط عليه يضغط عليه. المفروض ان ما يحصلش مع واحد محترف زي اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي دي الملاحظه انه جاي من الزمالك، ودي مش فارقه معاه قوي، الفرق معاه حاجه تاني في اشرف شرقي نفسه اللي شفته مع الزمالك. تمام. ان هو اشرف لعيب هوائي، يعني لعيب هوائي، مش اللعيب اللي هو الماتش شد، لا مش هيشد معاك، انما هو لو مزاجه رايق اتفرج بقى، اجوان واسيستات وترقيصات، لعيب رايق، من اللعيبه اللي هيحبها مارسيل كولر، لانه بيحب اللعيب الحريف اللي يرقص ترقيصه ويخش يباصي ويعمل وبياخد مكان كويس، وممكن يلعب مهاجم ويلعب شادو سترايكر ويلعب وينج يمين وينج شمال وبيخش في العمق كتير، فده مهاجم هيحبه مارسيل كولر عن احمد عبد القادر، اللي الاهلي بيفكر ان هو يرجعه في يناير كحل لحل ازمه الونجات لو ما عرفش يجيب واحد من الاثنين اللي احنا قلنا عليهم. بالنسبه لزيزو نتكلم عليه في وقت تاني. يلا اشوفكم بخير.